اسمع القصة دي عشان اللي حصل فيها معجزة، ومش من دكتور ولا من دواء، ده لما ربنا قرر يفرجها بس بعد 15 سنة. الست دي اسمها إيلي لوبل، كانت في رحلة في الغابة وعضتها حشرة صغيرة، بس ما حصلهاش حاجة وعدت الأيام وهي نسيت الموضوع. بس بعد حوالي 3 شهور ابتدت تحس بتعب، ومع مرور الوقت ابتدى جسمها يتدمر واحدة واحدة. مفاصلها بتورم ولسانها بيتقل وبتفقد الحركة واحدة واحدة، والدكاترة بمليون تشخيص، لحد ما في الآخر وصلوا إن هي عندها مرض اسمه لايم، بس اكتشافه كان متأخر شوية فمبقاش ينفع فيه علاج. من 27 سنة ل 42 سنة إيلي عايشة ومش عايشة. وفي يوم من الايام فقدت الامل تماما وراحت للدكتور وقالت له انا عايزه اوقف العلاج، انا عايزه اموت في سلام، بس ليا طلب واحد قبل ما اموت، انا عايزه اودع الحياه، فبعد اذنك انا عايزه اطلع الحديقه اشوف السماء واسمع اصوات العصافير قبل ما امشي. وخرجت، بس حصل لها حاجه غريبه جدا. كميه نحل كبيره هجمتها وفضلوا يقرصوا فيها لحد ما وقعوها من على الكرسي بتاعها، وبعد كده نقلوها المستشفى وهي بتصرخ وبتقول لهم سيبوني اموت. بس اللي حصل بعد كده فعلا يعتبر معجزة. بعد أيام إيلي حالتها بتتحسن جدا، والدكاترة ما كانوش قادرين يوصلوا لأي تفسير، لحد ما عرفوا إن السم بتاع النحل قدر يقضي على البكتيريا اللي تسببت في حالتها. يمكن تكون فاكر إن خلاص مفيش أمل، بس فرج ربنا بيجي في لحظة أنت مش متوقعها، في أضعف لحظة وفي أكتر وجع ربنا بيبعت لك النجاة من حيث لا تحتسب.